ده جل قدامك اهو، عاملينه من الصابونه اللي احنا مصنعينها مع بعض في اخر فيديو باضافه التنر. وطبعا ده بناء على رغبتكم، بس انا عايزه اسالكم بس سؤال في الاول كده، يعني انا استوقفني شويه. ليه لما بنعمل جل زي كده من الصابون البلدي وهنستعمله مثلا في غسيل الملابس بنقول عليه برسيل تحديدا، وليه لو هنستعمله في غسيل الاطباق والمواعين بنقول عليه بريل؟ عندكم اجابه على السؤال ده؟ السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ده الصابون اللي احنا صنعناه يا جماعة باضافة التنر. شايفين الصابون بعد ما عدى عليه اكتر من 10 ايام، لان انا طبعا مصوراه قبل ما انزل لك الفيديو ب3 4 ايام، بقى الوقت اللي هو بيكون في تجهيز الفيديو او المونتاج وكده. يعني عدى عليه حوالي مثلا قولي داخل في اسبوعين. ما شاء الله عليه، كل يوم بيعدي عليه بيزيد جمال وحلاوة، صابون كده يتاكل اكل. واحنا عمرنا ما عملنا اي صابون بلدي ويطلع غير يتاكل اكل، وانتم متعودين على شغلنا طبعا. طلبتم في اخر فيديو ان احنا نحول الصابونه دي لجل، وعشان كده سالتك السؤال اللي قلته لك في اول الحلقه. ليه لما بنستعمل الصابونه اساسا للمواعين وللملابس، الجل اللي طالع منها ليه نحدده للهدوم او للملابس بالاسمين دول تحديدا؟ ده جل، واي جل تحصل عليه من الصابون البلدي بمنتهى السهوله لما بتدوبي الصابون اللي انت بشرتيه في ميه سخنه بيتحول معاك الجل. انت بقى هنا عندك حرية الاختيار، يا اما تخلي لي الملابس وتحطي له اضافات تنفع للملابس، او تخلي لي الاطباق وتحطي له اضافات تنفع للاطباق. فانت اللي هتحددي، انما الحصول على الجل نفسه بمنتهى السهولة وعملناه 500 ألف مرة. طيب، الصابونة دي بقى في حاجة كده ملاحظة برضو من خلال تعليقاتكم، ان انتوا بتقولوا احنا صنعنا الصابونة بالاضافة دي، وفعلا التنر بيقضي على ريحة الزيت، واحنا جربنا واكتر من تعليق بيأكد النتيجة دي. مع احترامي للجميع وتعليقاتكم على راسي وكلامكم كله محل احترام وتقدير بالنسبة لي، بس انا ما اقدرش ابقى مسؤولة عنه. انا هكون مسؤولة عن تجربتي انا شخصيا، لان انا هقولها في الفيديو للناس اللي بتتابعني وهياخدوا الكلام بتاعي بثقة، وبناء عليه هيجيبوا الاضافة دي ويشتغلوا بيها. فلازم يكون من واقع تجربة عملية، وانا وصلت لنتائج معينة هقولها في الوقت المناسب. مش هينفع اسبوع او 10 ايام عشان اقولك ان الاضافة دي فعلا بتقضي على ريحة الزيت. انتوا بقى قلتوا لي في التعليقات ان الصابونه دي احنا بنصنعها بالاضافه دي لنستعملها للملابس بس. ليه؟ انا عايزه افهم، هل اضافه التنر للصابونه هيخليها تبقى مضره مثلا؟ يعني مثلا هتسيب اثر في المواعين مش هنعرف نتخلص منه؟ معلوماتي ان انا لما عملت بحث عن الاضافه دي انها ماده متطايره، لانها خليط ما بين البنزين والجاز الابيض او الكيروسين. طيب، الاتنين مواد متطايره، يعني ممكن بعد مدة الحضانة الصابونة تتخلص منهم خالص ومن تأثيرهم زي ما بتتخلص من تأثير الصودا بالظبط. أو لو ضفنا كحول مثلا، ما هو نفس الحكاية، مادة متطايرة أو نشادر. فممكن في الحالة دي الصابونة تصلح لأن احنا نستعملها للملابس وللمواعين. احنا بقى عايزين النهاردة نخليها للملابس. عندك بقى اختيارات كتير، أنا بعتمد إضافة الأكياس الأكسدي، موجودة عندي متوفرة وسعرها رخيص. أنا بشتري ال3 أكياس ب5 جنيه. أنا هنا استعملت كيسين بنسيم الربيع وكيس للبلاك. الاتنين هيدوكي ميكس حلو قوي وتعطيرة حلوة قوي للجل، وهيسيطروا شوية على ريحة التنر لأنها ما زالت موجودة في الجل نفسه. يعني أنا شماها في الصابونة بعد ما صنعتها وبيعدي عليها كل يوم بتخف شوية، لكن وأنا بحولها الجل الريحة ظهرت أكتر بعد ما بشرت الصابونة بقى ونزلت عليها بالمية السخنة. فالإضافة دي هتدي تعطيرة حلوة ويمكن تخلصنا من ريحة التنر. لسه التجربة كلها يا جماعة تحت الاختبار. طيب، أنا ما عنديش أوكسي ومش بلاقيه في المكان وانت دايما بتشتغلي بيه ومش بنلاقيه. وطبعا انا قلت لك على الحل، انا هنا بضيفه ليه؟ لان الجل ده عملته للملابس. في اي نوع تاني بيستعمل في غسيل الملابس جل وريحته حلوه كده وقويه حطيه بديل يعني. ما عندكيش مثلا بتستعملي مسحوق بودر ريحته حلوه بس يكون للغسالات العاديه، هتاخدي مثلا نص كوبايه وتدوبيها في نص كوبايه ميه وتضيفيها للجل اللي انت عملتيه. ما عندكيش شويه اضافات بودر بقى، زهره بيضه، كربوناتو، بوركس، ممكن تحطي بيركس، ممكن تحطي بتاع ده، اي اضافات بودر بس الذاكره مش سعفاني يعني. تدوبيها في ميه سخنه برضو او في ميه بارده، المهم انها تدوب وتضيفيها للجل. مفيش عندك كوبايه كلوركس الوان؟ مفيش، ممكن تحطي صابون سائل بتاع الاطباق حلو قوي، هيزود لك الرغوه وهيخلي برضو الوصفه او الجل اللي انت عملتيه بينضف. الصابونه في حد ذاتها ممتازه والاضافه دي حلوه جدا، واي حد بيجتهد عشان يخلصنا من العيب الوحيد اللي موجود في الصابون البلدي على راسنا من فوق. دي الفوطه
طبعا انا غسلتها ونشرتها ونشفت كويس وبعدين طبقتها وشايلاها في الدولاب عندي. اخد قد ايه عشان احكم على النتيجة؟ ما يكفنيش يومين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا أسبوع ولا 10 أيام، أنا عايزة أقل حاجة شهر، وتكون في مكان مقفول ما بيتفتحش ويتقفل كتير عشان الهواء ما يكونش متجدد فيه. احنا عايزين نختبر اضافة المفروض انها هتقطع ريحة الزيت، وده هيبقى انجاز على فكرة. وزي ما بقولك كده، كل اللي بيجتهد عشان يخلصنا من العيب الوحيد في الصابون البلدي على راسنا من فوق، ولازم نشكره ومن غير تردد طبعا، لانه هيخدمنا خدمة العمر، مش احنا بس، احنا كاصحاب قنوات وانتوا كمتابعين. شايفين جمال الصابونة؟ طبعا احنا بنعمل صابون كتير وكله بيطلع بالنتيجة الحلوة دي. شايفة الفرق بين القطعتين دول مع انهم اخوات بعض؟ واحدة بيضة قوي فاتحة وواحدة غامقة. اللي هتعرف فيكم ليه الصابونة دي فاتحة وليه الصابونة دي غامقة، يعني هتكون ما شاء الله تبقى اتمكنت قوي وبقت خبرة واطمن عليها. هتكتبوا لي في التعليقات ليه الصابونة دي فاتحة وليه الصابونة دي غامقة ان شاء الله. هنا بقى في اضافة اختيارية بس انا موجودة عندي ومش هشتريها. لو حابة تضيفيها براحتك، مش حابة خلاص. هي بس هتدي للجل سنة كده، سنة لون وسنة تعطيرة زيادة، وكمان لمعة وتصديفة زي ما انت شايفة كده. معاكي حوالي لتر عملتيه من قطعة صابونة واحدة، هتستعمليه ازاي؟ الريحة تحفة وممتازة والنظافة احنا مطمنين، لان الصابون البلدي العادي اصلا بينظف. انا بقى عندي مثلا غسلتي الساعة بتاعتها 13 كيلو. 13 كيلو غسيل ومية الاتنين مع بعض كده بيتجمعوا 13 كيلو. لما اجي استعمل بقى في الدورة الواحدة كمية من الجل دي، استعمل قد ايه؟ اخد نص الكمية دي. وممكن لو حالة الغسيل صعبة اخد الكمية كلها، ما ينفعش ان انا اخد كوباية واحدة بس على دورة غسيل وزنها 13 كيلو. انت بقى حسب غسالتك. خايفة من الجل ما ينضفش، حطي نص كمية المسحوق اللي انت بتحطيها في دورة الغسيل العادية اللي انت بتستعمليها كل مرة في الغسيل، علشان توفري برضو وتستعملي بقى الجل اللي انت عملتيه، والا ما كناش صنعنا صابون بلدي من الاصل، احنا عاملينه عشان يوفر وينضف. طيب هنا انا بعمل لك اختبار صغير، عايزه اقول لك بقى من غير الاختبار ده ما اصوره معاكي. لازم تكوني متاكده بعد كل الشغل اللي عملناه مع بعض ان الصابون البلدي العادي اللي بزيت وصودا وميه بينضف من غير تنر ومن غير اي اضافات تانية اشتغلنا بيها. فما بالك لما نضيف له بقى اضافات تخليه ينضف اكتر؟ فانت مش محتاجه الاختبار. البيجامه دي بتاعت حفيدتي كانت عندها شويه برد كده وكان فيها درجه حراره يعني، فده دواء شرب. وانا بديها الدواء، طبعا الاطفال بياخدوا الدواء بصعوبه، فنقطت نقطتين ثلاثه كده على البيجامه، وانا سبتها يعني طول الليل. يعني انا كنت بديها العلاج بالليل وبغسل لك التيشيرت تاني يوم الصبح، فالبقعه تعتبر ثابته الى حد ما. لكن انا جربت لك الجل وجربت لك قالب الصابون نفسه. وزي ما بقول لك الصابون البلدي العادي اللي بزيت وصودا وميه بينضف وبيرقي، والناس اللي بتقول ان هو بيدهن انا انصحهم نصيحه واحده بس: راجعوا شغلكم تاني.